موسم الزعتر الأخضر البري يعني عجينة غير شكل، يعني رح تحضروا أطيب مطبق زعتر فلسطيني. خلص نص الصحن إذا بضل قاعدة، عن جد ما فيكن تقاومون قد ما طيبين. العجينة ولا أسهل، طحين، خميرة، سكر، حليب، وبنخلطهم وبتنزلوا بالمي تدريجيا. رح تعوزوا كبيتين لكبيتين ونص. بنعجن، بنزيد الملح وزيت الزيتون آخر شي، وبتعجنوها لحتى تحصلوا على هيدا القوام. لازم تكون طرية. بترجعوا بتقسموها. أنا عملتها 4 قطع وغطيتها لتخمر. نجي للحشو. الزعتر بنغسله كتير منيح ومنشفه أهم شي، وأنا لأن الورقة كانت كبيرة شوي فقطعتهم. بنجيب 4 بصلات صغار وبنفرمهم كتير ناعمين، وأنا بحب أقليهم هيك، دبلهم شوي بتركن يبردوا وبرجع بضيفهم فوق الزعتر. ملعقتين كبار من السماق البلدي وملعقة من السماق اللي منلاقيه بالسوبر ماركت، بيجي لونه احمر كتير بيعطينا لون حلو. عصير حامضتين، فلفل اسود وملح وزيت زيتون. بنخلطها منيح والحشوه بتكون جاهزه. وهلا بعد ما خمرت العجينه على سطح نظيف شوي زيت زيتون وبتمدوها قد ما فيكن. بتحاولوا ترفعوها وبتعملوها طبقات. بنحط زعتر بالنص، بنرجع بنطويها عن الجهتين، زعتر بنرجع بنطويها مثل ما عم تشوفوا، واكيد بنريحها قبل ما نمدها بالصينية. وهيدي وحدة تانية رقيت العجينة أكتر، بعد حطيت طبقات الزعتر كمان زيادة. على كل طوية كنت عم حط زعتر. بتكبسون شوي، بترجعوا بتحطوا زعتر على كل طوية، هيك للي بحب كمية الزعتر فيها كتير تكون اكسترا. واكيد مثل ما قلت لكم بنريحها لتقدروا تمدوها بسهوله مثل ما عم تشوفوا. دهنه زيت زيتون على الوجه وبنفوتها على الفرن، وبعد ما تطلع كمان بندهنها دهنه صغيره لتعطيها لمعه غير شكل، وبتقطعوها وشوفوا النتيجه قد ايه بتشهي. يعني ما فيكم توقفوا قد ما طيبين، عن جد وحده ورا الثانيه. كرمال هيك لازم توزعوا نصهم.